ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل لوك سهل قوي وبسيط وينفع على فستان اصفر او فستان يكون ذهبي، فحلو جدا. تابع الفيديو للاخر. اول حاجه عملتها رطبت بشرتي ببنسين، وبعد كده رطبت شفايفي بالمرطب بتاع اماندا. اخدت الكونسيلر بتاع فيتمي وحطيته علشان انا عندي هالات، فحبيت ان انا اكنسل بيه الهالات عشان درجته على اصفر. وبعد كده اخدت الفاونديشن بتاع ماك درجته برضو على اصفر. حابه المره دي ان بشرتي تكون برونزي شويه، فحطيت كده الفاونديشن. ابتديت ان انا اوزعه الاول بالبراش، بعد كده مشيت عليه بالبيوتي بلندر، وخدت بالت ميني ستار وحطيت الكونتور. عايزه تعملي الحركه دي اعمليها، مش حابه الكونتور وما بتحبهوش مش مضطره انك تعمليها. بس هاخد بقى الميكس بتاع الدرجتين بتوع البلاشر وهحطهم كده فوق الكونتور على طول، وبعد كده هعمل لهم بلندنج الاتنين مع بعض. بس كده. وبعد ما اخلص واعمل لهم بلندنج هاخد الباليت بتاعه روز بيري، وهاخد منها الدرجة اللي هي الابيض اوي، الكونسيلر الابيض، عشان انور تحت العين، وهنضف بيه برضو الكونتور. هعمل تنوير في الاماكن اللي حابة ان انا يبقى فيها ضوء يعني. تمام. طبعا العدسات بتاعتي من فريش ليدي. بعد كده هاخد الليكويد هايلايتر بتاع ايسنس، الدرجة بتاعته حلوة قوي، الدرجة بتاعته على شامبين. آه الحركة دي بحبها جدا لان هي بتدي حيوية كده للبشرة، وبتخلي البشرة جلوي وحلوة. هثبت باللوز باودر الشفافة تحت العين، وبقية البشرة هثبتها باللوز باودر اللي هي فيت مي، اللي هي الدرجة الاصفر قوي، عشان برضو زي ما قلتلكوا عايزة اخلي بشرتي تكون برونزي شوية. فابتديت ان انا اثبت كده كل البشرة. هاخد بقى الباليت دي بتاعت مايت سينما، وهاخد الميكس بتاع الدرجتين اللي هو الاوف وايت والبني، وهعمل بيهم على جفن العين كله كلون انتقالي. تمام. وبعد كده هاخد عند كسرة العين يعني تدرج الوان كده، هاخد الدرجة اللي هي على اورنج. الدرجة دي ما كنتش متخيله انها تطلع حلوه. انا اصلا بفتح الكاميرا وانا مش عارفه هعمل لوك ايه او هعمل الوان على ايه، فاول ما شفت الدرجات دي عجبتني قوي، وما تخيلتش انها تطلع حلوه، وفي الحقيقه برضو احلى بكتير. عملت كده تدرج الوان. وهاخد اللي هو الشimmer اللي هو مصفر كده شويه، هو ذهبي بس مصفر شويه قوي، فالدرجه بتاعته طلعت خطيره خطيره بجد، وعلى الحقيقه كمان احلى. انا كده كنت بحطه وبجرب يعني، عايزه اشوف في الاخر هيطلع حلو ولا لا. فطلع بصراحه تحفه. واخدت بقى من الباليت بتاعت بريتي وومن، اخدت درجه كده بني شوكليت، وهحطها في الاخر هدمج بيها الاطراف بتاعت الشمر، وهدخل اللون برضو في الاورنج والاوفايت اللي انا كنت عاملاه في الاول. وبعد كده ركبت رموش طبعا من شي، يعني الرموش بتاعتي من شي جلام، لاني بحبها جدا وطبيعيه وشعرها طبيعي وما بتتعبش العين خالص، وتقدري تلبسيها بدل المره كذا مره او فوق العشر مرات او اكتر. خدت نفس الدرجات اللي انا حطيتها فوق، هحطها في مدمع العين من تحت. وبعد كده هاخد الدرجة اللي هي الكونسيلر اللي انا عملت بيها تنوير، هحطها ككحل ابيض، ودي بتفرق جدا، وانا عملتها في كذا فيديو قبل كده الحركة دي، وقلتلكوا عليها ان هي حلوة قوي، وبيفضل ثابت زيه زي الكحل بالظبط، وبالعكس بتدي البيجمنت بتاعها بيبقى اقوى. فبعد كده اخدت الهايلايتر بتاع مايت سينما، اخدت الدرجة بتاعته اللي هي على اصفر شوية، الهايلايتر الاصفر، وابتديت احطه في مدمع العين وتحت عظمة الحاجب. تمام. مش هعمل ايلاينر، انا يا دوبك بس هعمل الخط اللي هو بيبين الرموش. هنا الايلاينر سحب مني شوية، كنت عايزة اعمل مدمع واسع بس حبيته وقلت لا. يا دوبك بس عملت الخط اللي هو واصل علشان ما يبانش ان الرموش تكون باينة. وبعد كده عملت بقى ايلاينر ابيض. انا الحركة بتاعت الايلاينر دي ما كنتش هعملها، بس حبيت برضو ان انا اجرب وطلعت حلوة قوي. عملت كده ايلاينر حاجة بسيطة، سحبته وفتحته بس كده.
ايلاينر مفتوح، حاجة بسيطة قوي. بعد كده حطيت الماسكارا بتاعتي من ايسنس، وهاخد بقى بتاع البرونزاج، وهبتدي بقى امشي على الكونتور الكريمي اللي انا عملته بالكونتور الباودر. وبعد كده حطيت البلاشر، وهاخد بقى نفس الهايلايتر ونفس الدرجة اللي حطيتها في مدمع العين، هحطها كده هايلايتر علشان قلتلكوا ان انا عايزة بشرتي تكون برونزر، يعني برونزاج كده وحلوة. هسيب بقى اللوك والالوانات دي حابة ان انا اعمل لها نمش، ففي اخر الفيديو بعد ما اخلص خالص هتلاقوني ان انا عملت نمش حاجات بسيطة بالقلم بتاع الحواجب. وخدت الليب لاينر بتاع ان وابتديت ان انا احدد بيه شفايفي. انا مش هحط روج، انا هحط ليب جلوس، بس حبيت قبل ما احط الليب جلوس هحط من نفس الهايلايتر الليكويد في شفايفي الاول، علشان الليب جلوس يبقى فيه لمعة. هتشوفوا في الاخر الفينش تحفة بجد، وفي الحقيقة احلى بكتير، الكاميرا ظلمة ياما قوي. ابتديت ان انا ادمجه كده مع التحديد اللي انا عملته بتاع الشفايف. بصوا اصلا من غير ما احط الليب جلوس اصلا حلو قوي. الليب جلوس بتاعي ده طبعا المفضل بتاع ندى سالم، ثابت قوي وطري على الشفايف وفظيع بجد، حلو قوي. بصوا لما حطيت الليب جلوس على ال على الليكويد هايلايتر تحفة. اخدت القلم ده بتاع مايت سيلم، وده بتاع الحواجب اللي انا رسمه بيه حواجبي، وهو عشان درجته بني كده فحبيت ان انا اعمل نقط نمش. وبس كده اللوك يكون خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا مني، ولو عجبكم اللوك وعجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وقولولي عايزين لوكات ايه تانية وانا هعملها لكم. وياريت تعملوا شير 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 يا جماعة، وتعملوا لايك. وشكرا قوي لو تابعتي معايا الفيديو لحد هنا. ولو عجبك شرحي اكتبيلي في الكومنت وقوليلي عايزة لوكات تانية على ايه وعلى الوانات ايه. باي باي.